7. الصبح وأنت صاحي ومروق ومبسوط مع نفسك، بس مش علشان رايح المدرسة، لأ أبدًا يا صاحبي، لأن الفايقة بدري علشان تروح تذاكر كانت بتدمرك نفسيًا وبتخليك تحس باكتئاب، إنما الفايقة دي كانت مختلفة خالص، كنت بتصحى في قمة السعادة علشان تتفرج على المسلسل اللي كان شغلك الشاغل ليزي تاون أو مدينة الكسالى، المسلسل اللي عشقناه كلنا وإحنا صغيرين وارتبطنا بيه بذكريات حلوة مش ممكن تتنسي، من شخصيات شريرة زي روبي روتن لشخصيات كلها طاقة زي سبورتاكس والبنت الوردية المرحة ستيفاني وقتها كانت نجمة كبيرة وشهرتها كانت عاملة دوشة لكن فجأة اختفت ومع ومن ساعتها ما شفناهاش تاني لا في مسلسل ولا فيلم. فهنا بيجي السؤال الكبير، هي راحت فين جوليانا وليه ما كملتش تمثيل؟ هل بجد دخلت مجال افلام بلس وانطرش ولا كل ده اشاعات؟ تابع للنهايه يا مشاهدنا الجميل علشان تعرف الحقيقه الكامله النهارده في حلقه مختلفه شويه من برنامجك المفضل على قناه زياد شو. بس لو لقيت تفاعل حلو على الفيديو ده اوعدكم بحلقات اكتر من النوع ده ويمكن كمان احسن. نبدا الاول بحكايه المسلسل. ليزي تاون مش مجرد كرتون، ده كان برنامج تعليمي للاطفال وفي نفس الوقت كوميدي علشان الطفل يتعلم ويضحك في نفس الوقت. تم إنتاجه في دولة أيسلندا وبدأ عرضه سنة 2004، يعني تقريبا وقتها كنت في ابتدائي أو حتى لسه ما دخلتش المدرسة. المسلسل اتعرض في أكتر من 180 دولة وترجم ل 30 لغة مختلفة، وفي العالم العربي بدأ يعرض على قناة سبيستون سنة 2012 واتعرض كمان على قنوات زي ام بي سي 3 أجيال وكرتون نتورك بالعربي. القصة بتدور حوالين بنت اسمها ستيفاني عندها 8 سنين راحت تعيش في مدينة جديدة اسمها ليزي تاون مع خالها العمدة، وهناك اكتشفت إن كل الناس كسالى، لأ، بيتحركوا ولا بيلعبوا ولا بيعملوا أي مجهود. بس الدنيا اتقلبت لما ظهر البطل الرياضي سبورتاكس اللي كان كل همه ينشط المدينة ويخلي الأطفال يتحركوا وياكلوا أكل صحي ويمارسوا الرياضة. بس الشرير روبي روتن كان دايما بيحاول يبوظ كل حاجة بس عمره ما بينجح. نرجع لجوليانا روز موريلو، البنت اللي لعبت دور ستيفاني، هي ممثلة أمريكية من أصل إيطالي، اتولدت سنة 1991، يعني دلوقتي عندها حوالي 33 سنة. من وهي صغيرة كانت بتحب الغنى والرقص والتمثيل، وأهلها شجعوها تدور على حلمها وقدمت على تجارب الأداء في ليزي تاون. وفي الأول المخرج ما اختارهاش، بس لما البنت اللي كانت هتلعب الدور انسحبت رجع واختار جوليانا، وهنا بدأ مشوارها الكبير. المسلسل نجح نجاح عالمي وفي سن 14 سنة بس كانت جوليانا تملك أكتر من 2 مليون دولار، يعني وانت كنت بتعدي على بقالة المدرسة بقبض نص جنيه. هي كانت بتعدي ملايين بس لما كبرت ما بقتش تنفع تلعب دور الطفلة وخرجت من المسلسل، ومن وقتها اختفت فجأة من عالم الشهرة. بدأت تظهر أخبار غريبة عنها، إنها اتقبض عليها وإن في مواد ممنوعة في عربيتها وإنها مدمنة كحول ومخدرات. والصدمة الأكبر إن في إشاعات بتقول إنها بدأت تشتغل في أفلام بلس 18 وفوق كده، إشاعة إنها ماتت بسبب جرعة زائدة، بس الحقيقة كانت صدمة تانية. كل الأخبار دي كانت كذب وإشاعات، اللي حصل فعلا إنها تقبض عليها بسبب حادث سير بسيط وما عندهاش أي ماضي أو فيديوهات غير أخلاقية، والجرايد كانت بتنشر الأكاذيب علشان تبيع أكتر وتستغل شهرتها. جوليانا طلعت بتصريح رسمي وقالت إنها من بعد ما خلصت من مسلسل ليزي تاون قررت تسيب التمثيل وتكمل تعليمها بعيد عن الأضواء. وفعلا دخلت جامعة كولومبيا ودرست إدارة أعمال وبقت بتعيش حياة طبيعية جدا ويمكن كمان اتجوزت. الدرس المهم من القصة، مش كل اللي تقراه على الإنترنت يبقى صح، ساعات بتكون مجرد إشاعات وناس بتركب على شهرة الآخرين علشان تجيب مشاهدات أو تبيع نسخ. خليك دايما واعي وما تصدقش أي خبر إلا لما تتأكد منه. ودلوقتي لو الحلقة دي عجبتك ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد من قناة زياد شو. شكرا ليكم وخلي بالك من نفسك. سلام. بينج بانج ديجي ديجي دانج كلمات غريبة أغنيها بينج بانج ديجي ديجي دانج كلمات أجهل معانيها.